هاي، ازيكم؟ انا ندى، وفي فيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن ازاي بنذاكر الرياضه. هكلمكم عن ازاي انا كنت بذاكرها في اولى ثانوي وقدرت ان انا اقفلها الحمد لله، وهكلمكم برده عن ازاي انا بذاكرها في ثانيه ثانوي دلوقتي، لان يعتبر ماده الرياضيات هي اهم ماده في ثانيه ثانوي واتقل ماده شويه، لان هي فرعين بحته وتطبيقيه، وهي اللي واخده الحيز الكبير شويه من المواد. فتعالوا دلوقتي نتكلم عنها بالتفصيل. اول حاجه ان الرياضه محتاجه ان انتوا تكونوا متاسسين فيها كويس شويه من الاول، يعني على الاقل ان انتوا تكونوا عارفين الاساسيات. لو انتوا جايين من ثالثه اعدادي ما كنتوش مثلا مهتمين بيها، او ما كنتوش يعني ما كانش في دماغكم او كده، تحاولوا ان انتوا تاسسوا نفسكم فيها كويس، عشان هتحتاجوا ده جدا في اولى وثانيه وثالثه ثانوي ان شاء الله لو قررتوا ان انتوا تدخلوا علم رياضه. فلو انتوا في دماغكم اصلا حاجه زي كده ان انتوا عايزين تدخلوا علم رياضه مثلا، لازم ان انتوا من اولى تبتدوا تجهزوا لحاجه زي كده. وممكن تشوفوا مثلا كورسات تاسيس من على اليوتيوب، مش محتاجين ان انتوا تكبروا الموضوع اكتر من كده. ممكن تشوفوا مثلا كورس التاسيس بتاع مستر لطفي زهران، وعامل كورس تاسيس كامل للمرحله الثانويه. وبرده ممكن تشوفوا كورس التاسيس على قناه التميز في الرياضيات. انا لقيت برده استاذ محمد رجب منزل كورس تاسيس للرياضيات، فتقدروا ان انتوا تشوفوه. الحاجه اللي بعد كده هي ان احنا نشيل من دماغنا فكره ان الرياضه صعبه، او ان الرياضه مستحيله، او ان انا مش شاطر في الرياضه، انا ما بحبش الرياضه، مش عارف ايه. بصوا، عامه هو مفيش حاجه سهله يعني في الدراسه او كده، مفيش حاجه اسمها ماده سهله. في حاجه اسمها ماده محتاجه مجهود اكتر من ماده شويه، يعني في ماده محتاجه مجهود، ماده محتاجه مجهود اقل، وماده لا مش عارف ايه، وهكذا. يعني المواد بتتفاوت في المجهود اللي هي محتاجاه، لكن اي ماده محتاجه مجهود، ولو ما اديناهاش المجهود اللي هي محتاجاه ساعتها بقى هي هتبقى صعبه. هتقولي يا ندى بس انا مثلا زمايلي فلانه الفلانيه ما شاء الله عليها في الرياضه طب ومش عارف ايه وهكذا، وانا مثلا بيقف معايا دايما مسائل وكده ومش عارف ايه. ما قلنا الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني، بس انت كل ماده على حسب برضو مستواك، انت تبقى عارف مستواك، عارف ان الماده دي انا مستواي فيها مش قد كده، فانا محتاج ابذل فيها مجهود اكتر عشان اتفوق فيها ان شاء الله. مش ان انا اقول انا مش شاطره في الماده دي، انا ما بحبش الماده دي صعبه، يبقى انا خلاص هسيبها واركنها ومش عايزاها خالص، ومش عايزه اجيب فيها درجات او ايا كان يعني. فلا، نشيل التفكير ده من دماغنا، ونبتدي نقيم نفسنا في كل ماده عامه، مش في الرياضه بس. نبتدي ان احنا نشوف ايه مستوانا فيها، ونحاول ان احنا نبذل مجهود اكتر ونعلي اكتر ان شاء الله. الحاجه اللي بعد كده هي ان احنا بقى لما نبتدي ان احنا يعني خلاص هنركز في ماده الرياضه، هنتابع منهجنا كويس. لو في اي حاجه فايتانا او كده، هنبتدي ان احنا نشوف زي ما قلنا كورسات تاسيس او ايا كان. مش لازم ان انتوا تقعدوا تتابعوا كورسات بالهبل يعني، لا انا بقول لكم بس لو فايتكم حاجات معينه. مثلا انتوا مش عارفين ازاي بتحللوا مثلا اللي هو الحاجات المقدار التربيعي، مثلا اللي هو س تربيع ناقص كذا س زائد كذا، الكلام ده مش عارفين ازاي بتحللوا. مثلا التحليل من اهم الحاجات في الرياضه، لازم تكونوا عارفينها. مش عارفين مثلا يعني ايه الجا والجتا والظا والحاجات دي، لا لازم ان انتوا تبداوا تعرفوها. هو ده معنى التاسيس. مش معنى كده ان انتوا لازم تكونوا يعني احفاد اينشتاين يعني، او فيثاغورس هو الرياضه. المهم بقى، خلينا نقول ان احنا عدينا كل الخطوات دي، وان احنا خلاص ماشيين في المنهج بتاعنا وبناخد الدروس بتاعتنا وعادي. لما نيجي بقى ان احنا ناخد الدرس بتاعنا، ازاي ان احنا بنذاكر معنى كلمه رياضه اصلا، او معنى كلمه بنذاكر رياضه. احنا اكيد مش بنفتح كتاب الرياضه ونقعد نقرا، لا الرياضه ما بتتذاكرش ان احنا بنقراها، لان هي يعني مش هنعرف نعمل كده اصلا. لا، احنا بنذاكر الرياضه عن طريق ان احنا بنعرف افكار الاسئله. يعني ايه هي افكار الاسئله في الدرس ده؟ الدرس ده بيتكلم عن ايه اول حاجه؟ طب هل مثلا طالما احنا مثلا عرفنا القانون الفلاني او الطريقه الفلانيه اللي بيتمحور حواليها الدرس، بيتمحور حالات، عرفنا الفكره اللي الدرس بيتكلم عنها، فنبتدي بقى ان احنا نعرف الافكار اللي بتيجي في الدرس ده. الافكار دي طبعا هنعرفها عن طريق الامثله اللي بتكون مشروحه جوه الدرس ذات نفسه، وعن طريق الافكار اللي بتكون موجوده في الاسئله. فحته بس ان احنا نركز على كلمه الافكار، يعني انت تبقى عارف الفكره الفلانيه عليها السؤال ده والسؤال ده والسؤال ده كلهم نفس الفكره، فانا خلاص لما حليتهم انا كده فهمت الفكره. فانا مش هحفظ السؤال، او مش هحفظ يعني مش هعرف السؤال، لا انا هعرف فكره السؤال. فلو قابلني اي سؤال شبهه ايا كان هعرف احله. فهي مش بكتر عدد الاسئله اللي انت بتحلها قد ما هي بكتر افكار الاسئله. تمام. وبرده يعني احنا نحل عدد اسئله كبير، ما بقولش ان احنا ما نحلش، بس ان احنا نركز ان احنا نشوف افكار كتير من الاسئله اكتر من ان احنا نقعد نحل مثلا اسئله كتير على فكره واحده. طب يا ندى انت دخلتي في الحل على طول، ما اتكلمتيش عن المدرسين او اي حاجه، او ان انا ازاي اعرف المدرس اللي انا هتابع معاه او كده. لازم اول واهم حاجه ان المدرس اللي انت هتتابع معاه يكون بتفهم منه اول حاجه، يعني ده اللي هو الف باء مدرسين عامه. بس لا، في الرياضه بالذات لازم تفهم كل تفصيله جت ازاي وكل تفصيله بتتعمل ازاي. مش اللي هو المدرس قال كده يبقى احنا هنعمل كده، لا هو المدرس قال كده قال ليه وعشان ايه، وطب هنعملها ازاي، طب لو حصل كذا، طب لو حصل كذا. افهم واسال ومفيش اي مشكله. لو انت بقى المدرس اللي معاك ما بيسمحلكش ان انت تسال، او مش بيديك فرصه
عارفه تسال، او انت ذات نفسك ما بتعرفش تسال المدرس، فما تكملش مع المدرس ده. لو انت مثلا بتتكسف تسال المدرسين، شوف اونلاين، تابع مع مدرس اونلاين، فاعتقد ان الاونلاين هيكون اسهل شويه ان انت تسال ايا كان. لو انت مثلا بعد الحصه تسال المدرس الحته الفلانيه انا ما فهمتهاش، وبتهيألي ما فيش مدرس محترم يعني هتقول له مثلا بعد الحصه اشرح لي الحته الفلانيه تاني او اعمل لي كذا وهيقول لك مثلا لا او كده يعني. رابع حاجه هي ان انت تعمل كشكول مخصص لاهم المسائل. انا بصراحه الحته دي ما كنتش بعملها طول السنه، كنت باجي بس ايام الامتحانات كده مثلا لو انا بحل الامتحانات او ايا كان، يعني الامتحانات بتاعه الكتاب، امتحانات جايباها من على النت مش عارف ايه، ودي حته برده لسه هتكلم عنها ان احنا نحل كتير ونحل من مصادر مختلفه وهكذا. المهم يعني خلونا في اللي احنا فيه، ان انا كنت باجي بقى ايام الامتحانات وانا بحل امتحانات معينه او كده، المسائل اللي كانت بتقف معايا او المسائل اللي كنت بحس انها مهمه، يعني مسائل انا حليتها اوريدي بس انا حاسه ان هي مهمه او حاسه ان انا هنساها، فببتدي ان انا اكتبها في الكشكول ده، وباجي بقى ليله الامتحان او كده اراجع عليها. فعلا الموضوع ده يعني وفر عليا كتير، وفعلا في حاجات من اللي انا كتبتها جت في الامتحانات والحمد لله افتكرتها لان انا كده كنت كاتباها. نيجي بقى لحته الحل، هي معروفه الرياضه يعني حل كتير حل كتير حل كتير. مش بقول لكم ان انتوا تحلوا يعني بالمليون مصدر اول السنه كفايه قوي ان انتوا تحلوا التدريبات اللي موجوده على الدروس، ومش بقول كلها برده في كل الدروس، لا يعني في دروس معينه كده انتوا عارفين ان الدرس ده رخم او الدرس ده محتاج حل اكتر من اي درس تاني، فنبتدي ان احنا مثلا يعني نعاهد نفسنا او ناخد قرار ان احنا هنحل تدريبات الدرس كلها. لان انا برده عارفه ان فعلا كتب الرياضه بالذات مثلا كتاب زي كتاب الامتحان هو اشهر كتاب بيجيب تدريبات كتير جدا ما شاء الله، فممكن يكون الدرس مش مستاهل اصلا ان احنا نحل عليه كميه التدريبات دي، فخلاص طالما احنا فهمناه وفهمنا الافكار اللي فيه خلاص. لكن لو درس تاني رخم بقى او ملعبك او كده وانتوا هتعرفوا ذات نفسكم وفعلا والمدرسين هيقولوا لكم الدرس ده مهم وهكذا هيبقى اهم درس في المنهج، لا ده يا ريت نخلص عليه كل التدريبات ونحل عليه تدريبات المتفوقين كمان وهكذا. فيعني احنا برضو ندي كل حاجه حقها، والحاجه اللي محتاجه مجهود كبير نجبر نفسنا شويه ونيجي على نفسنا شويه ونحلها كلها. الناس بقى اللي بتقولك انا بزهق من حل الرياضه او بتضايق من حل الرياضه او ما بحبش احل الرياضه وايا كان، او الرياضه بتاخد مني وقت كبير، لا ما هو ده الطبيعي ان هي تاخد وقت كبير، الطبيعي ان هي يعني تتذاكر دايما، يعني مثلا يومين ورا بعض ولا حاجه ما تعدوش عليها يومين ما تفتحوهاش او كده، تاخدوا كتير، يعني انتوا مثلا اقل حاجه تاخدوا حصتين او 3 في الاسبوع كمان عشان تقدروا ان انتوا تخلصوها اسرع وتبتدوا ان انتوا بقى عايزين تراجعوا عايزين تعملوا اي حاجه عايزين تحلوا امتحانات يكون عندكم وقت كفايه. فهي طبيعتها كده ان هي بتاخد وقت وبتاخد مجهود، فانتوا بقى يا ريت تدوها المجهود ده والوقت ده عشان ما ترجعوش بعد كده تندموا او تقولوا هي صعبه، طب انا مش عارف ايه، طب ما انت ما بتديهاش المجهود اللي هي طالباه اصلا، انت ازاي عايز انها تكون سهله معاك؟ الحاجه اللي بعد كده ما تحبطوش لما يقف معاكم مسائل، طبيعي جدا، وفي اي ماده كمان بالذات مثلا الفيزياء والرياضه هم اللي الواحد كده لما يقف معاه مسائل فيهم بيحس ان هو محبط او ان انا مش عارفه احلها ليه او كده، لا عادي ده طبيعي جدا. حاولوا يكون عندكم برود اعصاب شويه في الحاجات دي، وتروحوا عادي تبحثوا عن الفكره دي على اليوتيوب او تسالوا فيها المدرس بتاعكم او ايا كان، وخلاص طالما عرفتوا الفكره اكتبوها بقى زي ما قلنا في الكشكول بتاعكم او في اي مكان انتوا يعني عارفينه، وتبتدوا ان انتوا مثلا لو قابلتكم فكره زي دي تاني تراجعوا عليها، او مثلا تراجعوا على الفكره دي كل شويه عشان ما تنسوهاش، وخلاص تكونوا اهم حاجه تكونوا فهمتوها وعرفتوا هي جت ازاي. فطالما انتوا فهمتوا الفكره مش هتنسوها، وايا كان حتى لو نسيتوها او فاتكم فيها اي حاجه تقدروا ان انتوا ترجعوا لها تاني لان انتوا كاتبينها بالتفصيل. تعالوا بقى نتكلم عن حته الامتحانات. انا عن نفسي جربت امتحانات اهو اولى وثانيه ثانوي، نظام جديد حرفيا الامتحانات ما بتكونش فيها افتكاسات كتير، عادي بتكون يعني امتحانات طبيعيه، امتحان عادي في اسئله عاديه بس مجرد بيكون فيه فكره او فكرتين. فيعني انا ما تخافوش من الرياضه، يعني هي عادي يعني هي الرياضه العاديه تمام، الرياضه بتاعتنا دي تمام، ما تقلقوش مثلا الناس مفكره ان الرياضه بتاعت ثانوي او كده بتكون اصعب او بيكون فيها مشاكل او الامتحانات مثلا بتكون يعني مستحيله او كده، لان انا كان متصدر لي الفكره دي وانا داخله اولى ثانوي، فكنت حرفيا داخله خايفه منها شويه في الامتحانات وكده، بس الحمد لله لما يعني قابلت الامتحانات ولقيت ان الدنيا لذيذه والامتحانات طبيعيه عادي اهو يا جماعه، فخلاص شلت الفكره دي من دماغي، فحبيت اطمنكم واقول لكم انتوا كمان حاجه زي كده. تعالوا دلوقتي اقول لكم على افضل مدرسين برضو تقدروا ان انتوا تتابعوا معاهم عشان الفيديو ده يكون شامل حرفيا، انتوا ان شاء الله بعد الفيديو ده مش الكهرباء قطعت ما شاء الله. بس تعالوا ان احنا نكمل. زي ما قلت لكم دلوقتي كنت هقول لكم على المدرسين اللي انتوا تقدروا تتابعوا معاهم، مثلا لو انتوا المدرس بتاعكم ما فهمتوش منه حته معينه، يعني عادها لكم كذا مره وهكذا وما فهمتوهاش برده، ما فيش اي مشكله، تقدروا انتوا تشوفوها من على اليوتيوب مع اي مدرس يعجبكم، او لو انتوا مثلا ما عندكوش او في المنطقه اللي انتوا عايشين فيها او جربتوا كل المدرسين الموجودين في المكان اللي انتوا فيه وما ارتحتوش معاهم، تقدروا ان انتوا تتابعوا اونلاين عادي او تحجزوا مع المدرسين دول برده منصات اللي تحبوه. فاول حاجه في مستر احمد الفواخري ممتاز جدا طبعا، مستر لطفي زهران غني عن التعريف، قناه مقهى الرياضيات برده كويسه جدا، وقناه التميز في الرياضيات مع مستر محمد رجب برده ممتاز جدا. فبس كده هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. بس كده اشوفكم فيديوهات جايه، مع السلامه.